السلام عليكم. تصريح خطير من مدرب منتخب غينيا الاستوائية يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد فوز المنتخب الجزائري على غينيا الاستوائية، ويعتذر للجزائريين لهذا السبب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للمنتخب الجزائري فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وضع طرفكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد الفوز التاريخي للمنتخب الجزائري على منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا 2025، يحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة ب12 نقطة. فقد دخل على الخط مدرب منتخب غينيا الاستوائية وأدلى بتصريحات بعد هذه المباراة وقال: لقد توعدت المنتخب الجزائري بالخسارة هنا في الجزائر، ولكن لقد وقع العكس تماما وفاز علينا المنتخب الجزائري في هذه المباراة. فنحن كنا نود الانتصار على المنتخب الجزائري والتقدم في صدارة المجموعة، ولكن المنتخب الجزائري خصم لا يستهان به أبدا على الإطلاق. فأنا أعتذر للجزائريين لأنني قلت أنني سأهزمهم في هذه المباراة، ولكن تحقق العكس تماما ونحن خسرنا. وأعتذر للشعب غينيا الاستوائي على هذه الخسارة، فهذه خسارة طبيعية صراحة في كرة القدم، لأن لا مقارنة بين الفروقات الفنية بين منتخب غينيا الاستوائية والجزائر، فكل شيء في صالح المنتخب الجزائري. شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.